في مسلسل النص في جملة حلوة أوي، يقول لك إيه؟ يقول لك السقسوقة كالتالي. لما يجوا ينصبوا على حد يقول لك السقسوقة كالتالي. والسقسوقة دلوقتي بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش كالتالي. السقسوقة هتبقى إن هما هيطلعوا على قناة الأهلي وعلى التلفزيون وعلى السوشيال ميديا، يقول لك إيه؟ إحنا هنلعب كونفدرالية، خلاص الدوري راح، خلاص بقى خلي الزمالك وبيراميدز إيه يتنافسوا، واحنا اللي عملنا كده، واحنا اللي بنديهم الدوري، واحنا. دي السقسوقة. السقسوقة اللي هو ينيمك في الدور، ويخليك تدخل ماتش زي ماتش انبي ده وانت مرتاح قوي ومعلكش اي ضغوطات، عشان لما تخسر او تتعادل والفرق يقل، ساعتها يقولك ايه؟ روح الفالنة الحمراء هترجع. فالسقسوقة واضحة والسقسوقة صريحة، وياما خدنا الخوازيق دي، فمش عايزين نقع فيها. كابتن معتمد جمال واللعيبة اللي انا عرفته ان هم بعد التمرين وشافوا الماتش بتاع الاهلي امبارح، يعني نزلوا التمرين عادي واتكلموا عادي وعلى اهمية الماتش. وعبد الله السعيد طبعا يعني كأكبر واحد في الفريق اتكلم على اهمية الماتش، وكده كده مش محتاجين نتكلم على اهمية الماتش، لأهمية الماتش حتى لو كان الاهلي كسب وبيراميدز كسب كمان امبارح، فانت لازم تفضل قافش وماسك في صدارة الدوري، ما تفوتهاش خالص. لكن الهدية اللي عملها الاهلي امبارح، هو حر، هو مع نفسه، خلاص احنا حفلنا ونغشنا اصدقائنا وقرايبنا وزمايلنا الاهلاوية وعملنا كوميكس خلص الموضوع، خلص. هو كان ماتش امبارح الاهلي ما لعبش فيه. مش هقول لك مثلا الاهلي لعب طلائع الجيش، لا، الاهلي ما لعبش فيه. وطلائع الجيش والله هم على الواقف لعبوا حوالي 3 4 هجمات جابوا جولين، يعني وعلى الواقف جابوا جولين. وده اللي انا كنت بتكلم فيه دايما، واللي قاله المدرب بتاع المقاولين لما قال للجمهور نفس الكلام ده انا بقوله من اول الموسم. يا جماعه فرقه الاهلي فرقه والله لو ركزتوا فيها عاديه جدا، هي مش بالاسماء، والله ما بالاسماء. الاسماء دي يا معلم، انا بفتح التلفزيون الاقي صورة زيزو، بفتح السوشيال ميديا الاقي صورة زيزو، بمشي على كوبري اكتوبر الاقي صورة زيزو، تمام؟ افتح التليفون الاقي تريزيجيه بيدوروا عليه، الاقي تريزيجيه بياكل بيتزا وفطير وبيشرب نسكافيه، الاقي تريزيجيه عايش في الكومباوند مش عارف عامل ايه، الاقي كابتن محمود الخطيب بيعمل اعلان، الاقي كابتن محمود الخطيب بيعمل اعلان، الاقي كابتن محمود الخطيب بيعمل اعلان، الاقي امام عاشور في اعلان، الاقي بن شرقي في اعلان، الاقي محمد الشناوي في اعلان، محمد هاني في اعلان، مروان عطيه في اعلان، عم حارس في اعلان. شبعوا شبعوا يا معلم. دول بيتنكوا على الجمهور، جمهور الاهلي اللي هو عاملهم اصلا، اللي هو عامل النادي ده، بيتنكوا عشان يتصوروا معاه. خلاص الموضوع خلصان. انا مش عارف ازاي اصلا والله العظيم بالاداء ده وصلوا المركز تالت، اقسم بالله ما اعرف ازاي وصلوا المركز تالت. يعني انا شايفه كتير جدا على الاهلي ان هو يوصل مركز تالت بالاداء ده. هتقول لي يا عم احنا خدنا منكم كاس مصر، كاس السوبر المصري وكسبناكم في الدوري و2-0 و2-1. معاك حق. احنا اللي اديناكم الفرصه والله. يعني انا واحد قاعد في الماتشين، سواء الماتش بتاع الدوري الاولاني وانت كسبان 1-0 بجون حسام عبد المجيد، كسبان 1-0 ومضيع انفرادين لاخوان بزير وعداية الدباغ، ويعني راكب الماتش جبت الجول. الباشا يانك فيريرا الله يحرقه، اللي هو طلع مع المحمودي على اون سبورت امبارح، يقول لك ايه؟ يقول لك انا ماشي وسايب الزمالك وهو اول الدوري، وبعد كده تراجع في المراكز بعد ما انا مشيت. انتوا متخيلين الزمالك كان عامل سعر لكائن والله الخشبه اللي انا ساند عليها، الستاند اللي انا ساند عليه التيشيرت ده، يضرب اي فريق. يعني كفايه ده يا جماعه، لو مسك غزل المحله يهبطه، مش مدرب اجنبي وبتاع، لا. عارف لو مسك كهرباء الاسماعيليه اللي هي تهبط هيهبطها. عارف لو مسك الاسماعيلي
مش هينزل درجة 10 مع الاسماعيلي. يانك فيريرا ده قال لك عشان جبنا جون ندافع بقى قصاد الاهلي، مع ان الاهلي فاتح خطوطه وبيقول لك يا باشا اعمل اللي انت عايزه ودخل فيها جوان زي ما انت، لكن انت لا لا لا، مفيش يانك فيريرا. احمد عبد الرؤوف في ماتش السوبر نزل دافع برضه. طلائع الجيش هاجم الاهلي، انبي هاجم الاهلي، يا عم ده كهرباء الاسماعيليه هاجمت الاهلي، غزل المحله هاجم الاهلي، بيراميدز هاجم الاهلي، زد هاجم الاهلي. كل الفرق اللي خدت نقط وكسبت الاهلي وتعادلت مع الاهلي هاجمت الاهلي، وانت ما هاجمتش الاهلي. بتعصب، انا بتعصب جدا لما الاهلي بيخسر وبيتعادل وبيفقد نقط، علشان احنا كان سهل نكسبه بسهوله شديده، ان انت تكسبه وتاخد منه النقط. لكن ايه، مفيش. الحمد لله ان الموضوع دلوقتي اتعدل وجالنا مدرب بيفهم كوره وبيحب الزمالك، ودي حاجه صعبه. يعني كابتن احمد عبد الرؤوف كان بيحب الزمالك بس لسه خبراته في التدريب مش موجوده. يانك فيرا بقى ولا ده ولا ده يا معلم. يانك فيرا ده خلاص بقى، عشان انا يعني بجد ربنا يسامحنا على اللي انا قلته عليه عشان مش عايز افطر. لكن كابتن معتمد جمال، حد بقى يقعد يقول لي هتفضلوا تنفخوا فيه على طول، يا باشا انا بالنسبه لي الراجل ده نتائج واداء. الاداء اللي بالنسبه لي اللي اداه وحش ماتش سيراميكا، واللي كان ليه اسبابه، وانا بالنسبه لي الاسباب دي بالنسبه لي كلها في شنك. انا انا لازم اكسب. بص بقى، لسه اكون جاي امبارح من افريقيا، اكون جاي اول امبارح لسه نازل من الطياره نازل اكسب. خلاص انا دي دماغي. ويقول لك انا انت مش زملكاوي بيفكر بعقل اهلاوي. يا عم ماشي، انا زملكاوي بفكر بعقل اهلاوي. لو لسه نازل من الطياره وعندي ماتش اكسبه، دي سيراميكا يعني في ايه يا عم؟ خلاص. وماتش الاتحاد كان فيه كميه رعونه غير طبيعيه، وده اللي مخوفني. فاحذروا التنويم ارجوكم. احذر ان انت تنزل ماتش بكره قدام انبي ويقول لك بقى تصريحات ايمن الشريعي، وقال لك انا عايز منافسه ال 14 احلى بالنسبه لي عشان التسويق وبتاع ومش عارف ايه وكل الكلام ده. يا عم ماشي، هو يا عم هيفوت للزمالك. يعني انت فاكر ان حمزه الجمل هيفوت للزمالك؟ يعني انت فاكر ان احمد فتحي هيفوت للزمالك؟ هل انت فاكر ان كهربا ميني هينزل يفوت للزمالك؟ يعني هل انت واصله لك العقليه دي ان كل دول هيفوتوا للزمالك؟ لا طبعا، لا طبعا. حمزه الجمل مدرب جامد جدا وذكي جدا وطموح جدا. احمد فتحي يعني مش هتكلم اكيد، يعني بعيدا عن حماس احمد فتحي راجل اهلاوي وعمره ما هيفضل ان هو يخسر من الزمالك. كهربا لاعب منتهي وكل شيء خلاص، ويا ريته يلعب. ده اللي يا ريته يلعب والله. يعني انا نفسي ده هيبقى مصلحه ان كهربا يلعب. انتوا بكره تنسوا الكلام ده كله ولا تفكروا فيه اصلا، وتنزل تاكل النجيله، تاكل انبي، تقرقشوا الاسطوانات الغاز. عادي جدا، عادي جدا. انت هتبقى فرق لسه 3 نقط ما بينك وما بين بيراميدز. اكسب عشان تبقى فرق 3 نقط ما بينك وما بين بيراميدز. انا مالي بالاهلي يا معلم. انا والله ما اعرف ازاي وصلوا مركز تالت. نفسي انا كل ماتشات الاهلي اتفرجت عليها تقريبا نسبه 90%. انا بتابع الدوري ده انا متابعه كويس جدا. والله في ماتشات حرام ان هم يتعادلوا فيها اصلا. مش هنتكلم عن التحكيم وكل الحاجات دي، بس يعني انتوا عارفين اللي فيها. فالسقسوقه كالتالي، السقسوقه يا معلم ان انت ما تنامش. السقسوقه ان دلوقتي ان الاهلي دخل الكونفدراليه، وان في عقوبات، وان تروب هيمشي ونجيب عماد النحاس ولا حسام البدري. خلاص ونركز على الموسم اللي جاي، وده موسم صفري وبتاع. وفجأة يا معلم كل ده هيتبخر كده اول ما انت تتعادل او تخسر ماتش، وانت عارف ايه اللي هيحصل بعديها، وايه الظروف اللي هتحصل، وايه السقاسيق اللي هتتحط في النص، علشان فجأة تلاقي الاهلي خد الدوري منك. وعادي
وهتلاقي بقى الكلاشيهات المحفوظة، روح الفانلة الحمراء، كله يعيش الوهم والاهلي ياخد الدوري. البتنجان لما بيطلع مستوي الزيت بيقدح اكتر. البطاطس لو قطعتها مكعبات هتستوي اسهل، هتلاقي في حاجات كده طالعه ماشي. ويا خساره التذاكر اللي دفعها جمهور الزمالك، والله هتلاقي كل الكلام بيتقال انت مش فاهم ده جاي منين. ركز ان انت تنهي الدور الاول. ياما قلتها، انا قلت من اول ما مسك عماد معتمد جمال، اول ما مسك معتمد جمال قلت كذا مره تكسب لك 6-7 ماتشات ورا بعض، هتصدر ضغط على بيراميدز، هتصدر ضغط على الاهلي، الدوري يتسهل لك ويجي لك على طبق من فضه. اكسب ماتش انبي، تبقى فرق ما بينك وما بين بيراميدز 3 نقط، ما بينك وما بين الاهلي 6 نقط. هتلاعب بقى مين؟ ممكن تبقى باي، ممكن يخلوك باي اصلا في الدور الجديد، لان هما 7 فرق، انت هتلعب 6 ماتشات، يعني في كل اسبوع المفروض يكون في فريق باي ما يلعبش، فانت ممكن تبقى اول اسبوع باي اصلا اساسا بقى. شوف بقى هيلعبك مين؟ ما هو بقى هيديك مين؟ يا سموحة خلاص يا المصري، هيديك يا سموحة يا المصري ماشي. غالبا البنك الاهلي، سموحة يا المصري يا البنك الاهلي، حد من الثلاثه دول، او وادي دجله. سموحة يا المصري يا البنك الاهلي يا وادي دجله، بس انت اكسب انبي عشان انبي ما يصعدش، ويبقى انبي بقى ايه ممكن تلعب انبي تاني لو انبي كسبتك. فهو غالبا هيريحك، هيديك باي، هيخليك باي الاسبوع الاولاني، فتاخد راحه كده، ده يكسب وده يكسب، يتساووا معاك في النقط، يقربوا منك ويحط عليك الضغط، فانت اكسب ماتش انبي عشان تخلص من الليله دي. اكسب ماتش انبي، خلي الفرق ما بينك وبين بيراميدز 3، ما بينك وما بين الاهلي 6. حتى لو انت باي بيراميدز كسب هيتساوي معاك في النقاط، وانت كسبه اصلا الماتش الاولاني، وفرق بينك وما بينه وما بين الاهداف، حتى لو الاهلي كسب هيبقى الفرق بينك 3 نقط. فانت تدخل الماتش اللي بعده عندك الروح. لكن لو انت خسرت من انبي الماتش ده اللي انت المفروض تركز فيه، لو انت خسرت من انبي الماتش ده او اتعادلت لا قدر الله وخلوك باي اول اسبوع، بيراميدز كسبت بقت اعلى منك ب3 نقط، الاهلي لو كسب تساوى معاك، وانت هيبقى ليك ماتش. والله اعلم بقى اللي ممكن يحصل في الماتش، انت ما تضمنش الظروف، انت ما تضمنش الظروف، ما تضمنش السقسوقه هتمشي ازاي بقى، لان كل حاجه يا معلم بتتاخد بالعافيه، كل حاجه بتتاخد بالعافيه. هو دلوقتي بينيمك، قال لك انا رحت الكونفدراليه، تصدقوش، ما تصدقهوش، ما تصدقهوش. ماتش الترجي اللي جاي ده، ماتش الترجي اللي جاي ده هيلعبوا كويس وهيتعادلوا او هيكسبوا، ما تصدقهوش، ما تصدقهوش. لعبت الاهلي لو عايز تلعب كويس هتلعب كويس، والله لو من غير مدرب. لعبت الاهلي لو عايز تلعب كويس هتلعب كويس. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس.